صباح السعادة يا مساء السعادة بالتوقيت اللي بتشوفي فيه الفيديو. تعالوا نشوفوا عملنا ازاي المسقعة الجميلة دي. شايفين الجمال ولا الدقة والريحة يا خرابي؟ شايفين الشكل؟ يلا بينا تعالوا نشوف عملنا ايه. اول حاجة معنا برنجان وفلفلة وطماطم. حضرت المصفى بتاعتي والسكينة والقطاعة، وجبت برنجانية وقطعتها من النص وبدأت اقطعها بالشكل ده. هحطها كده هنا لحد ما اخلص كمية البرنجان كلها. البرنجان لما بنقسمها بنحطها كده وبنبدأ نقطعها، تطلع معانا بالشكل القمر ده كده. بالشكل ده كده قطعنا كل كمية البرنجان اللي معانا. هنزل كده معلقتين من الملح علشان يدبل معايا وما يشربش زيت. هبدأ اقلبه كله في بعضه بالشكل القمر ده كده. هبدأ احضر الفلفلة بتاعتي واقطع الطماطم بتاعتي مكعبات صغيرة، واي حاجة فيها تتشال طبعا. الفلفل هكذا معلقة ملح كده او معلقتين وهنبدأ ان احنا نقلبهم في بعض. خلصنا تقطيع الطماطم البرنجان الفلفل. هنبدأ نولع على الطاسة فيها زيت. الطاسة فيها زيت هبدأ انزل بالبرنجان بالشكل القمر ده كده. مش هقلب خالص من الناحية التانية غير لما ياخد اللون الذهبي من تحت. خرجت معايا. احنا شايفين خلصت البرنجان واتحمر بالشكل القمر اللي احنا شايفينه دوت. طبعا حطاه تحت مصفى عشان يصفي اي زيت فيه. هنبدأ نحمر الفلفله القمر بتاعتنا. اول ما بدأ ياخد لون من تحت قلبته على الناحيه التانية زي ما احنا شايفين كده. الفلفله بعد ما خرجت معايا اهي هنبدأ نعمل الطشه بتاعه المسقعه. نزلنا في الطاسه معلقتين من الزيت، عليهم معلقه صغنطوطه من الثوم المهروس لحد ما ياخد اللون الذهبي فقط وريحته تطلع. هننزل بالطماطم اللي احنا مقطعينها مكعبات صغيره. وكان في فلفلايه كده قطعتها طبعا لحد ما الطماطم تكبر خالص. عليهم خل وشويه من الملح حسب الرغبه طبعا، وشويه صغيرين من الفلفل الاسود وشويه صغنطتين خالص من الكمون بالشكل ده كده. فلفل اسود كمون. هنقلب كل الكلام ده مع بعض ونسيب الطماطم لحد ما تدبل خالص كده. جهزت معانا. هنطفي النار. حضرنا علبة. اول حاجة هحطها في العلبة حبة دقة كده من تحت بالشكل الجميل ده. هبدأ ارص برنجان او فلفل بالشكل ده كده. حطينا فلفل هنبدأ نحط معلقة من الدقة وهنحط البرنجان وهكذا لحد ما نخلص العلبة كلها. زي ما احنا شايفين خلصنا احلى علبة مسقعة. شايفين الجمال؟ شايفين الشكل اصلا والالوان؟ اتمنى ان شاء الله ان الفيديو يكون لاعجابكم. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. دمتم سالمين احبتي في الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.